بعد ما الفكره لمعت في دماغه سيدلارد ما وقفش، بدا يدور على العلماء في لندن يساعدوه ويشوف معاهم امكانيه تنفيذ الفكره، لكن الصدمه ان معظمهم ردوا بنفس الجمله تقريبا: يا عم انت بتحلم، الكلام ده مش عملي ومش مؤكد 100%. ليه بقى كانوا بيقولوا كده؟ لان وقتها رازرفورد اللي هو واحد من اعظم علماء الفيزياء كان مقتنع ان استخراج الطاقه من الذره شبه مستحيل، وكلام رازرفورد بالنسبه للعلماء كان كلام محدش يقدر يختلف عليه، فكل اللي سيزلارد يقابلهم كانوا بيردوا تقريبا بنفس الكلام ويقفلوا الباب في وشه. سيزلارد هنا حس انه لو فضل يستنى اقناع الناس فكرته ممكن تضيع، فقرر يلعب ورقه مختلفه تماما يكتبها كبراءه اختراع سريه عن البحريه البريطانيه، واللي عمله ده كان غير عادي. اي عالم طبيعي يسجل باسمه ويفتخر بالتجربه دي، لكن هو لا، سجلها باسم الخوف، خوف ان النازيين يسبقوه ويحولوا الفكره دي لسلاح. الورقه دي سنه 1934 كانت اول ورقه رسميه في التاريخ تشرح مبدا التفاعل النووي المتسلسل. سيزلارد كتب بخط ايده: لو عندك نيوترونات ومواد مناسبه زي اليورانيوم ممكن تبدا سلسله تفاعلات نوويه. الغريب انه لسه ما كانش عنده اي دليل عملي يثبت الفكره ديت، لكن احساسه الداخلي كان بيقول دي حاجه خطيره ولازم تتحفظ بعيد عن العيون. واللي يخلي المشهد اعمق اننا نشوف عالم واقف لوحده في لندن بيحارب ضد التيار، الناس شايفاه واحد بيفكر بطريقه غريبه، مجنون، لكن هو شايف حاجه ابعد منهم بكتير.